السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو مش بتتابعوني أنا شيماء، يا ريت تتابعوا قناتي. النهاردة هعمل لكم أكلة سهلة وبسيطة وموفرة واقتصادية. لو عندك أقل من ربع صدر فرخة، تعالي هقولك تعمليها ازاي. الخطوات سهلة وبسيطة. هتعملي فوق ال20 قطعة. تعالي كده. أول حاجة هنجيب رغيف من العيش المصري بتاعنا أو العيش الفلاحي زي ما انتوا بتقولوا. رغيف واحد عندنا هنا علشان الكمية عندي مش كتير. لو انت حابة تضاعفي الكمية يبقى تضاعفي العيش بتاعك. هنبله كده بكوباية الا ربع من المية. مش هنبله جامد طبعا، يعني هيبقى كده مظبوط، لا هو دايب ولا هو ناشف. هنجيب الكبة بتاعتنا علشان نحط فيها المكونات بتاعتنا. هنجيب عدد 2 من البصل، بصلة بيضة وبصلة حمراء، وقرنين من الفلفل البارد ونص قرن من الفلفل الحامي. نحطهم في الكبة علشان نضربهم مع بعض. هنا بقى هحط فصين من الثوم، وهضرب المكونات دي كلها مع بعض. حطيت رشة من الملح علشان ريحة البصل ما تبقاش مش حلوة يعني. هضرب المكونات دي كلها. مش هضرب هنا ضرب ناعم، لا انا هضربه ضرب عادي علشان لسه هنضرب تاني، علشان ما يجيبش مية كتير. اهو شايفين القوام عامل ازاي. هنا هنحطه في الطبق. اهو الخضرة هنا بتاعتي مجروشة جرش كده تحسوها يعني. تمام كده. هنا بقى هعصر الخليط البصل بتاعي والفلفل، هعصره من المية بتاعته. بس انا هركن المية دي، يعني مش هرميها عشان هستخدمها في الكفتة. هحط لها ربع معلقة من الملح، اقل من ربع معلقة كمان. هركنها على جنب علشان هنحتاجها في تصبيع الكفتة بتاعتنا. هننزل كده بالخضار بتاعنا تاني. انا مغسلتش الكبة علشان كده كده هستخدمها تاني اهو. انا بس عصرته وصفيته من المية بتاعته. هنا هنحط بقى صدور الفراخ بتاعتي. انا كان عندي حتة من صدر الفرخة وحتتين كده من الورك، فانا حطيتهم مع بعض. على فكرة الخليط ما بينهم بيدي طعم جميل جدا للكفتة. بيحسسك ان هي طرية كده من جوه ومنزلة العصارة بتاعتها، لان الورك بيبقى طري على الصدر، فطعمها جميل جدا. اقل من ربع صدر فرخة يعني، اقل بشوية. بالظبط لما وزنتهم 220 جرام او 210 جرام حاجة زي كده يعني. هنا بقى هعصر العيش بتاعنا كويس. شايفين في ايدي كأنه مش مبلول يعني، كأني يعني شوية مية كده يدوب كده يعني. مش طري ومش دايب ولا مهري ولا ناشف خالص. عصرته من المية بتاعته علشان ما يديش يخليش الكفتة بتاعتي سايلة. هنا البهارات بتاعتي ملح وسبع بهارات وتوم بودر وبصل بودر وكمون وكزبرة وفلفل اسود وبابريكا وبهارات فراخ. طبعا انتي حابة ما تحطيش ده كله براحتك، يعني تكتفي ببهارات الفراخ والبابريكا اوكي، بالفلفل الاسود وبهارات الفراخ ماشي. علشان كده كده احنا حاطين البصل والثوم، فاحنا حاطينه فريش. هنضرب المكونات دي كلها مع بعض كويس. هنا بعد ما خلصنا الضرب بتاعها، شايفين القوام بتاعها عامل ازاي. اندمجت كده المكونات كلها مع بعض. نجيب طبق عميق كده علشان ننزل فيه الكفتة بتاعتنا. شايفين القوام متماسك، مش سايل ولا يعني ولا سميك جدا، يعني القوام حلو كده ماسك نفسه وطري في نفس الوقت.
هنا بقى هديها عجنتين كده بايدي علشان برضه اتاكد ان كل المكونات بتاعتي امتزجت مع بعض. شايفين التلزيقه خفيفه خالص خالص، يعني مش جامده ولا ان هي ما بتلزقش يعني. اهو شايفين كده، اهو صبع لكم صباع قدامكم من غير زيت او اي حاجه في ايدي، شايفين ملزقش في ايدي خالص. حابه بقى تعمليها زي الكباب ماشي، هتعمليها كفته شوي ماشي، براحتك برضو، هنا التشكيل براحتك، اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. اهو شايفين القوام. هنا بقى هجيب كيس تلاجة او ستريتش رول او اي حاجه هبطن بيها الطبق بتاعي، هدهنه دهنه من الزيت علشان ما يلزقش الكفته عندي. دهنه خفيفه كده، يدوب كده خفيف خالص بصوابعك كده. هنا بقى هاخد الكور بتاعتي على حسب ما انت حابه تقطعي الصباع بتاعك، انا عملته في المتوسط لا هو كبير ولا هو صغير. هنا بقى الميه بالبصل هبل ايدي فيها كويس واصبع بيها الكفته، هتلاقوها طعمها بعد السوا، هتلاقوها طعمها زي اللي بتاعت الحياتي مشويه. هنا بقى هجيب حاجه اصبع بيها، انا ما عنديش خله فانا حطيت المعلقه الخشب بتاعتي مدوره، انا صبعت عليها. شايفين؟ اهو ببل صباعي كده او ايدي في الخليط بتاع المية بالبصل ده. اهو شايفين الكفتة بتاعتي عاملة ازاي، سحبتها بكل سهولة وعملتها بكل سهولة اهو. زي ما قلت لكم هنا المية بتاعت البصل دي اللي احنا مصفينها من خليط البصل والفلفل، طعمها جميل جدا وبيخلي طعم الكفتة كأنها مشوية، يعني كأنها مشوية صح بره كده في المطاعم، من غير لا فحم ولا اي حاجة. جربي الطريقة دي وان شاء الله مش هتندمي عليها. أهو، شايفين الجمال، متماسكة وما بتلزقش وجميلة جدا. هكمل باقي الكمية وارجع لكم تاني. شايفين عملت قد ايه؟ اهو، يعني اصلا قطعة الفراخ كانت لا تذكر وانا يعني حابة اعمل اكلة بيها، وهي طبعا مش هتنفع لاي حاجة، فانا قلت لازم يعني اعمل بيها اكلة اقتصادية موفرة هتنفع معاكي جدا للمدارس، فضلا وليس امرا. لو انتي بتتابعيني لحد هنا اعملي لايك واشتراك وفعلي الجرس علشان توصلك كل وصفاتي. شايفين كده منظرها وقوامها حلو ازاي. هسيبها في التلاجة لحد ما تتشمع شوية في التلاجة من تحت عادي. هنا بقى في الجريلا بتاعتي اللي انا بشوي فيها على طول، هدهن دهنة خفيفة من الزيت وهسخنها على النار كويس. هنزل كده بالكفتة بعد ما خرجتها من التلاجة اهو اتمسكت جامد، محطتهاش في الفريزر، لا انا حطيتها في التلاجة يمكن نص ساعة تحت كده ولا حاجة. هسيبها تتجمع مع بعضها عشان على الاقل تاخد الطعم، لانها هي بعد العجن ما اخدتش الا 10 دقايق ترتاح بس. نرصها كلها كده. شايفين؟ اهم حاجة هنا النار الاول تكون عالية، بعد كده هنهدي النار مش جامد، لا هتبقى متوسطة، علشان اولا لو النار هادية من الاول هتلزق في الطاسة، لكن لو زي ما قلنا النار عالية الاول علشان ما تلزقش. ودهنة الزيت طبعا هتفرق معانا هنا، دهنة خفيفة بالفرشة كده مش كتير، علشان احنا مش حابينها تبقى مقلية، لا احنا حابينها تبقى زي المشوية كده. طعم البصل مية البصل هيديها طعم كأنك لسه جايباها من على الفحم كده. جربي الطريقة دي ومش هتبطلي تعمليها ان شاء الله.
انا بتعامل معاها معاملة الاطفال والله علشان ما تبصش يعني. تمام كده. لو عندك عزومة هتنفعك جدا، لو اطفالك في المدارس هتنفعك جدا، جميلة جدا، ومش باين ان هي اصلا ان انت حاطه لها حاجة يعني. يعني ما اقولكيش على طعمها عامل ازاي. لا تقولي لي فول صويا ولا بقسماط ولا اي حاجة، ما حطيتش اي حاجة. يعني انا اكتفيت بالتوابل بس ورغيف العيش المصري. هحاول اقلب فيها بقى على كل الاطراف علشان تاخد اللون وتستوي كلها. اهو انا بخرج اللي استوت خلاص. نخلي بالنا ان الاول النار تكون عالية، اول ما تتشمع من تحت، بعد كده ههدي النار اخليها متوسطة، وافضل اقلب فيها يعني الحتت اللي هي خلاص اخدت لون هقلبها على الحتة التانية اللي هي لسه ما اخدتش لون علشان تستوي كلها. متأكد ان كلها مستوية من كل النواحي وكل الجهات. زي ما انا بعمل كده اهو. هوريكم كده واحدة من خرجتها من على النار. شايفين لونها وقوامها ومن جوه عاملة ازاي؟ طرية وطعمها جميل وشكلها حلو قوي. اهو. ان شاء الله كده بالهنا والشفا على قلبكم. انقذتني بصراحة ان هي عملت معايا كمية يعني. احنا تقريبا 5 افراد، فعملت معايا كمية حلوة يعني. اهو شايفين لونها وجمالها وريحتها، ما اقولكوش على ريحتها عاملة ازاي. لا هي ملزقة ولا هي لزقت في الطاسة ولا هي طرية، يعني كأنك لسه عاملاها. هنا هنقدمها مع طبق مكرونة. يعني كنت عاملة معاها مكرونة وسلطة طحينة وكده. اهو نرصها كده على الطبق من فوق. لو انت حابة تقدميها في سيرفيس لوحده برضه براحتك عادي. نكمل باقي الكمية. اهو انا ما حطيتش الكمية كلها علشان كذا طبق هي اصلا. هوريكم قطعة تاني بقى. اهو بعد ما خلاص شايفين متماسكة، كأنها كلها فراخ، يعني كأنك مش حاطة حاجة زيادة معاها. طرية قوي وجوسي اهي يعني. جميلة جدا. والطعم حكاية. لو انت حابة بقى ان انت تحطي لها فحم، خليها في الطاسة بتاعتها اللي احنا عملنا فيها او الجريلا، وتروحي تسوي الفحم على النار وتحطي عليها نقطة زيت وتغطي، هتديكي طعم الشوي. هنا اتبقى كام صباع كده، فانا حبيت زي يعني اوريكم طريقة التخزين. انا حطيت كيس من تحت، حطيت فيه كام واحدة، وقلبت الكيس من الناحية التانية كيس التلاجة، وحطيتها من فوق برضو اهو في علبة، واحطها في الفريزر عادي. وقت ما احب اخرج منها واقلي خلاص هطلقها على طول، هطلقها على طول. هنا بقى كنا خلصنا الكمية وعملنا معاها سلطة طحينة والخيار والطماطم وكده. شايفين شكلها حلو ازاي؟ جربوها وان شاء الله مش هتبطلوا تعملوها. طريقتي المعتمدة بعملها من اكتر من 5 سنين يمكن. مع الصورة شوية. لو انتوا بتتابعوا قناتي، لايك وشير وسبسكرايب فضلا وليس امرا. تابعوني.